بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی که با قرآن خوشآوازی نکند از ما نیست. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. افتخار داریم 30 جزء از کلام الله مجید به همراه دعای ختم قرآن توسط قاری عبدالستار سماک را به شما هدیه کنیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. با تقلید از بیش از 15 قاری معروف دنیا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. و در پایان دعای ختم قرآن در شب 29 رمضان 1434 در مسجد حاج یوسف بندر عباس سرود. يا دائم الإحسان يا واسع العطاء يا من سبقت رحمته غضبه يا من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. امید داریم مورد رضایت الله و بندگانش قرار گیرد. ما را از دعای خیرتان محروم نفرمایید.